على سلامتكم الناس الكل وان شاء الله يا رب تكونوا بخير. معناها شوفوا قديش من اللي يظهر البشر اش ثم يعني جرائم ومعاصي، يعني السرقة، الحشاكم، القتل، كل شيء. حتى معصية منهم ما تسميت بالسلطان، إلا الكذب تسمى سلطان المعاصي. خاطر الكذاب يعني عديم الشرف والمروءة والأخلاق، يعني من أسقط حشاكم ما ثم. فما بالك وقت اللي يكون امبراطور عريان ومحترف متاع كذب كما هالرئيس هذا النذل الساقط قيس سعيد والمحيطين به لعنة الله عليهم، زقفوني زقفوني وزقفوني زقفوني. أعوذ بالله لعنة الله عليكم واحد واحد. يعني كل انواع الكذب عملوه، حطوا بالكذب الناس على تآمر وعلى قضايا فارغه في الحبس، حطوا رجال اعمال بالكذب يعني وبالفتنه. يعني الكذاب قادر يعمل كل شيء، قادر يعمل حتى فتن اجتماعيه بين الاهل وبين الاصحاب وبين العائلات وداخل المجتمع. يعني خطير الكذاب، خطير. وقيس سعيد والجماعه اللي معاه محترفين متاع كذب، لعنه الله عليهم واحد واحد. وتوا ايش تزيد معناها مو عندهم تفكير. الكذابه والناس اللي يرتكبوا هالجرائم هذيا اللي هي النتائج نتاع الكذب عندهم كيما تفكير، يجبدوا بعضهم يجبدوا بعضها، والطيور على اشكالها تقع. عاد توا الاختصاصي في الكذب الكبير قال له فهمتي ولا لا، ذاك الشبل من ذاك الاسد. يعني سي عمر هذا يا سعيد ولده هو وسي كشبوره صبوا لهم قبل رمضان هذا مليون دينار، مليون دينار باش يعملوا مكتب لخلق الكذب ونشر الاخبار الزائفه على الانترنت والريزو سوسيو كلهم. المكتب في شارع محمد الخامس. سي عمر ولد الرئيس ولد اشرف شبيل وسي كشبوره ومجموعه اخرى معاهم، يعني عشرات الاف الدنانير شهاري شهاري فقط من غير المصاريف الاخرى. وطبعا يعني الذباب اللي يدعم فيهم من الجزائر هذاك يلزموا فيديو وحده باش نحكيه. يعني كل ولد كيبوه يعني مختصين في الكذب يعني ونشر الاخبار الزائفه. توا بعد ما كملوا الكذب على الحيين اللي حطوهم بالكذب قلنا في الحبوسات بسلطان المعاصي، داروا يكذبوا للمره الثانيه على الموتى. يعني بعد بوعلي المباركي توا داروا للبيجي قايد السبسي، قال لك هو اللي عمل الاتفاقيه مع الاتحاد الاوروبي. وقت اللي الوثائق تثبت، الوثائق الرسميه تثبت انه رفض هذا. ويوسف الشاهد وقتها هو رئيس حكومة، التصريحات نتاعو ما قلنا موجودة في الجرايد. وهوكا أرجعوا الفيفري 2017 في صفحة رئاسة الحكومة، نسيت قد 17 يظهر لي فيفري ولا حاجة هكا. يعني رفض رسمي بتاع الدولة التونسية لاتفاقية الهجرة وللتوطين وللمرواح بالتوانسة بالصفة عليهم. يعني حتى كيف ميركل حاولت امام الاعلام انها تحرج البيجي، البيجي ما حبش يحرجها وقعد يعمل معاها فك اللعبه نتاع الصيد الافاعي هذيك، وما امضاش وما صار منه حتى شيء، رغم انه اموال طايله يعني اقترحتها ميركل والاتحاد الاوروبي وكانوا مستعدين انهم يضاعفوها. يا اخي البيجي تحبه ولا تكرهه، يعني كان يقف امام زعماء العالم ويعرف يقول ايه ويعرف كيفاش يقول لا وما يمررش حتى قانون. الله غالب، هذيك هي الحقيقه. يعني كان رجل متاع سياسه خارجيه ومتاع بوليتيك كيف ما يقولوا، مش كيف انت متطفل على السياسه وبدون اخلاق وبدون مبدأ. يعني حاجة من أقذر ما ثم. أنت والزقافنة اللي معاكم تكذبوا حتى على الموتى، يلعنة الله عليكم الكل. زقفوني زقفونية، وخاصة هالفرخ هذا ولده وبوه ولد اشرف شبيل وقيس الكذاب السلطان العريان. عيفتونا فيها البلاد بالقذورات، يعني مش الفشل البر، كذابين تسيروا في الدولة.